السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجود ايه يا شباب؟ أنا أحمد فوزي ودي كواليس فريلانسر. مساء الفل يا شباب. أنا أول ما اتخرجت كان لازم إن أنا أدور على شغل عشان أكفي الشهر، بس غالبا كل الشغلانات الموجودة يا إما مش هتديك الفلوس اللي أنت عايزها، يا إما هتفضل شغال طول اليوم وفي الآخر هتلاقي إن أنت تعبان وما بتحققش اللي أنت عايزه. إيه اللي كان المفروض يحصل؟ إن أنا أدور على بديل للشغل ده. ممكن أبقى شغال شغلانة كاملة بس لازم يبقى في حاجة جنبها. ايه هي؟ الفريلانسنج. بس قبل الفريلانسنج تعالى نرجع كام خطوه ورا شويه. انا في الاول خالص بدات افتح الفيديوز اللي كلنا بنشوفها، اللي هو ازاي تعمل دولارات، ازاي تعمل فلوس كتير قوي في اسبوع، كل الكلام ده. بس للاسف انا جربته وللاسف ضيع لي وقت كتير قوي وكل ده ما اشتغلش. ايه الحاجه الوحيده الحقيقيه 100% اللي فعلا بتشتغل؟ ان انت تبقى شغال مع حد، اللي هي الفريلانس. شانل كواليس فريلانسر اتعملت عشان اقدر ان انا اوصل لكم الفكره اللي انا شفتها والحاجات اللي انا عديت بيها، عشان ما تضيعوش وقتكم ان انتوا ترجعوا تاني وتشوفوا ايه المشكله ديت ازاي اعديها، وتبدا تعمل ريسيرش من الاول خالص عشان تعرف حلها. اول حاجه عملتها ان انا دخلت عملت ريسيرش كامل ايه البلاتفورمز اللي ممكن استخدمها عشان اشتغل فريلانسر. طبعا كان قدامي كتير قوي، في منهم الحلو، في منهم الوحش، في منهم اللي هيدفعك فلوس كتير قوي عشان تبدا، وفي منهم اللي مش هيدفعك فلوس بس ممكن ياخد منك كات عليها. يعني زي مثلا ابورك كان في الاول بياخد منك 20%، دلوقتي الحمد لله اتحلت وبقى بياخد منك 10% بس في مثلا بلاتفورمز انت ممكن تقدم عليها وتلاقي شغل بس غالبا هيطلع نصب. فاحنا بقى عايزين نحل المشاكل دي كلها ونشوف فين البلاتفورمز اللي فعلا تقدر تثق فيها، اللي فعلا تقدر تشتغل عليها او تلاقي كلاينت حقيقي هتشتغل وتقدم شغل ويديك فلوس، هيقدر الموهبه بتاعتك، ولما يقدر موهبتك هو فعلا هيديك فلوس على قد التعب اللي انت تعبته. نرجع خطوتين لاول ما انا ابتديت. ايه اللي انا عملته بعد ما عملت الريسيرش بتاعي؟ بدات ان انا اعمل اكونتات على كل البلاتفورمز اللي قابلتها. بس ايه اللي حصل؟ ان انا بعد ما عملت اكونتات على البلاتفورمز بدات طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا معايا اكونتات وفي شغل كتير قوي موجود ومعروض من كلاينتس، بس للاسف انا مش عارف انا ممكن اقدم ايه. بدات ان انا ادخل وادور على السكيلز اللي ممكن اقدر اشتغل بيها وفي نفس الوقت اكسب منها فلوس تكفيني. كان ايه اول حاجه قابلتها؟ كانت ارتكل رايتنج. هو عباره عن ان انت تكتب ارتكل بتسلمه وهو بينشره مثلا على البلوج بتاعه او على الويب سايت بتاعه وانت بتاخد في المقابل فلوس. اول حاجه عملتها ان انا بدات ادخل واقدم على كل شغلانات الارتكل رايتنج، بس كان في حاجه زياده، ان انا مع الشغلانات اللي انا قدمت عليها ديت انا حقيقي قدمت على كل الشغلانات اللي كانت موجوده، فويس اوفر، فيديو اديتنج، فوتو مانيبيوليشن، اي حاجه كانت قدامي كنت بقدم عليها. وحقيقي انا ما كنتش عارف انا ممكن اعملهم ولا لا، انا ما كنتش عارف اصلا الابلكيشنز اللي هم بيستخدموها، بس انا كنت مصمم ان انا الاقي الشغل اللي يقدر يكفيني في الشهر واقدر اطلع منه فلوس اقدر استثمرها. والاستثمار ده جزء كبير جدا ممكن نتكلم عليه في فيديوهات تانية، بس المهم دلوقتي ان انا كنت بحاول ان انا الاقي الحاجه اللي تكفيني في الشهر. انا لسه متخرج، انا اتصرف عليا كتير، انا مش هينفع ان انا ابقى راجل دلوقتي كبير متخرج وحاطط شهاده جنبي واقول انا عايز مصروف. دي مش احسن حاجه. طب ايه بديل المصروف؟ ان انا هنزل اشتغل، ودي ما كانتش احسن حاجه تليق باللايف ستايل اللي انا عايز اعيشه. بعد ما قدمت على كل الشغلانات ديت اكتشفت ان محدش هيرد عليا. حقيقي ده محدش هيرد عليا خالص، لان انا ببساطه انا مش عارف اكتب ايه بروبوزل، ايه اللي انا هكتبه للعميل ده عشان يرد عليا؟ انا في 50 واحد مقدمين قدامي. تاني حاجه، انا بعد ما قعدت ادور ان انا بس اكتب بروبوزل للعميل، انا لقيت ان في بروفايل كامل انا ما عملتوش. بروفايل ان انا اكتب الشغل اللي انا عملته قبل كده، الهيستوري بتاعتي، التخرج بتاعي، انا مين، انا بعمل ايه، كل ده ما كانش موجود. كان اول حاجه لازم اعملها ان انا اروح ادور واعمل ريسيرش كامل على ازاي اكتب بروفايل بتاعي وازاي اكتب بروبوزل اقدمه للعميل، بروبوزل يليق فعلا بالعميل اللي هيقبلني، وبروبوزل يليق فعلا بالشغل اللي انا بقدم عليه. ما ينفعش يبقى واحد عنده شركه كبيره وانا رايح اكتب له سطرين بقول له والنبي انا عايز اشتغل معاك، مش هتنفع. وخلي بالك الكلاينتس الموجودين على كل البلاتفورمز تقريبا الكلاينتس المحترمين طبعا، الكلاينتس ديت بتبقى فاهمه جدا وعندها 1000 بروبوزل متقدم لها، فانت لو رحت قلت له والله انا شاطر في ده وانا هعمله لك زي الفل، هو مش هياخدك ويشغلك على طول، هو هياخدك وهيعمل لك امتحان واثنين وثلاثه لحد ما يقبلك. فانت لو قدمت على شغلانات لا تفقه عنها شيء حقيقي هتوصل لنقطه ان انت العميل رد عليك وخسرت من الكونكتس. مثلا لو انت شغال على ابورك او شغال على فريلانسر، ديت الحاجه زي العمله اللي بتستخدمها عشان تقدم على الشغلانه، لان انت خسرت منها كتير ومحتاج تشتري اكتر بالدولارات وفي الاخر ما اتقبلتش في الشغل. ايه اللي انا عملته؟ انا بعد ما قدمت على الشغلانات كلها في اللي رد وفي اللي ما ردش، بس اقول لك اكتر حاجه بسطتني اول عميل رد عليا وده كان نصاب. هو كان نصاب بس انا فرحت ان في حد شاف البروبوزل بتاعي، في حد رد مع انه نصاب، بس انا كنت مبسوط جدا. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان انا مشيت معاه في الكلام.
هو اداني حاجه انا ما كنتش هكسبها من حياتي في الكليه كلها. ايه هي؟ ازاي اتكلم مع كلاينت. هو بالنسبه لي كان كلاينت، بالنسبه له نصاب، مش دي قضيتنا، بس بالنسبه لي كان كلاينت. المفروض وانا بكلمه كنت حاطط الموبايل قدامي وانا برد عليه واللابتوب جنبي، انا عمال ادور ازاي احسن طريقه ارد على الكلاينت بيها عشان ما يمشيش. قعدت اتعلم في حوالي 5 دقائق، اتعلمت ازاي ارد على الكلاينت، ازاي ان انا اتكلم باحترام. طبعا لقيت ابلكيشنز ممكن تساعدني كتير زي كويلبوت وجرامرلي وابلكيشنز كتير جدا. وحاليا وبعد ما الاي اي طغى على السوق كله دلوقتي بقى في شات جي بي تي وبارد بتاع جوجل اللي انت تقدر تروح ببساطه تديله الكلاينت بعته فهو هيكتب لك رد بيرفكت تبعته له. الرد ده انت ما كنتش تقدر تكتبه في الاول، بس باك ذن انا ما كانش عندي الاوبشن ده. انا الاي اي ما كانش موجود قوي، وشات جي بي تي كان مقفول في مصر ولحد دلوقتي مقفول في مصر، بس ما كنتش تقدر حتى تعمل اكسس عليه. ايه اللي عملته بعد كده؟ لما رد عليا انا فرحت جدا، ورحت قلت لكل اصحابي انا اترد عليا من كلاينت. دي حاجه كانت بالنسبه لي كبيره جدا، ده اول طريق او اول خطوه في حلمي. انا هشتغل فريلانسر، هبدا اقبض بالدولار، مش محتاج ان انا اشتغل روتيني، مش محتاج ان انا انزل شغل. ممكن بقى تخيلت بقى طبعا ساعتها هاخد اللابتوب واروح اقعد في الساحل وابقى قاعد قدام البحر وقاعد بقى بشتغل. كل ده باظ. ليه؟ اول كلاينت رد عليا زي ما قلت لك هو نصاب. بس انا اول ما رد عليا انا جالي الاصرار ان انا اكلم اكتر من كلاينت في كل المجالات. ودي حاجه لازم تخلي بالك منها كويس جدا. ما تخشش وتقول انا ما عنديش الحرفه اللي اقدر اشتغل بيها، والله العظيم ولا انا كنت اعرفها. ولحد دلوقتي ممكن اقول لك انا لسه برضو مش متقن الحاجه اللي انا ممكن اروح فيها اشتغل بيها في شركه كبيره، بس انا بجرب. هي التجربه هي اللي هتوصلك لحلمك، فانت لازم تجرب مره واثنين وثلاثه. انا قعدت اكلم فوق ال100 كلاينت وبدات ادفع فلوس لان بس اقدر اقدم على شغلانات. انا في الاول كنت حاسس طب بعد ما اصرف الفلوس دي كلها ايه اللي هيحصل؟ بس لقيت ان انا بعد ما صرفت الفلوس دي كلها في كلاينت تاني رد عليا، وده قال لي ان انا هقرا كتاب عنده وهعمل له ريفيو للكتاب. هو بس عايز يجمع ريفيوز عشان يعدلوا نسخه الكتاب. ودي كانت اكتر لحظه انا مبسوط فيها. انا جالي اول شغلانه على ابورك وهاخد فيها $10. $10 قبل ما الدولار يبقى ب30 فهم كانوا 150 جنيه. 150 جنيه بالنسبه لي كانوا جمال. انا هقبض اول 150 جنيه. انا قعدت افكر مثلا 150 جنيه دولت ممكن اجيب بيهم ايه. دخلت على صفحات العربيات بدات اشوف العربيات وصلت لسعرها كام. انا خلاص دلوقتي شغال فريلانسر بس ما كنتش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. بس ده كان اول كلاينت يديني الحماس والطاقه ان انا اكمل في الموضوع. خدت الكتاب بتاعه، قعدت اقراه، اديته الريفيو بتاعه، خدت اول $10. وده كان اول ريفيو ينزل على البروفايل بتاعي. ملخص الموضوع ده ايه؟ ان انا مش اول ما دخلت الابورك او اي موقع تاني ما عملش زي معظم الشباب اللي بتعمل دلوقتي. انا ما عنديش الحرفه اللي انا ممكن اشتغل بيها، انا ما اعرفش ارد على كلاينتس، انا الانجليش بتاعي ضعيف، انا مش عارف ايه. كل الكلام ده هو احباط انت بتوصله لمخك. تعال اشرح لك حته بسيطه. لو دخلت دلوقتي على جوجل وكتبت له فوائد الشاي الصبح هيديك 100 فايده للشاي. ولو دخلت برضه على جوجل وقلت له اضرار الشاي الصبح هو هيديك 100 ضرر للشاي. هي الفكره كلها لعبه انت بتلعبها على مخك. انت لو رحت لمخك وقلت له انا اقدر انجح هتلاقي 100 باب تمشي فيه. لكن لو رحت لمخك وقعدت تديله اعذار لان انت مجرد ان انت مش تقدر تشتغل وما عندكش اللغه، ما عندكش السكيل، ما عندكش الوقت، كل الكلام ده مخك هيبدا يقفل كل ده وهيصور لك ان انت يا فشلت يا هتفشل يا مش تقدر تدخل اصلا المجال ده. فهي كلها مايند جيم، انت لو اشتغلت عليها صح انت كسبت. تعال اقول لك كده بسرعه ايه اللي ممكن تعمله في الفريلانسنج عشان تجي لك اول شغلانه. حاجات انا فعلا عديت بيها. طبعا احنا هنتكلم في فيديوهات كتير جدا، واي مشكله هتقابلك انت ممكن تكتبها لي في الكومنتس وهرد عليك. بس خلينا نتكلم في حاجات بديهيه او حاجات الناس بتخاف تبداها اصلا. ايه اول حاجه؟ انت لازم تعمل ريسيرش كامل، لازم تتعلم اصلا حرفه الريسيرش. الريسيرش مش ان انت تدخل على جوجل تكتب كلمتين انا تمام كده معايا ريسيرش، ده بعيد جدا عن الواقع. انت لازم تتعلم ازاي تطلع المعلومه الصح من وسط مليار معلومه غلط على جوجل. بعد ما تعمل ريسيرش انت المفروض تفكر ازاي انظم المعلومات دي. حاجه بسيطه، انت ممكن دلوقتي في وقتنا ده انت عندك شات جي بي تي ممكن تستعمله، عندك بارد، وده مش محتاج ولا ان انت تبقى من بره مصر ولا محتاج رقم تعمله فيريفاي. انت هتدخل على جوجل بارد، هتدخل هتلاقي اي اي بتكلمه بيرد عليك، فانت ممكن تستعمله في الريسيرش. بس نصيحه، اوعى تعتمد على الاي اي ان انت تطلع المعلومات بتاعتك منه بس. لازم تبقى ده شغال معاك، لازم تبقى عارف فين المعلومه الصح فين المعلومه الغلط، لان الاي اي نفسه هو عباره عن كميه معلومات ضخمه عنده في منها غلط وهو بيحذرك من ده، بيقول لك انا عندي معلومات غلط. تاني حاجه ودي لازم تتعلمها كويس
ومليانه على اي بلاتفورم هتخش عليها هتلاقي المعلومات ديت، هتعمل سيرش على اي ارتكل هتلاقي المعلومات ديت. ازاي تعمل بروفايل يشد العميل فعلا؟ بص، العميل لما بيفتح بيقعد 15 ثواني بيقرا اول سطرين في البروفايل، شده هيكمل، ما شدوش طلع وانت كده ما اتقابلتش في الشغل. ليه؟ لان هو عنده 50 واحد مقدم، مش هيقعد يقرا بروفايل واحد واحد. البروفايل بتاعك ده هو السي في، هو انت بس اللي بتوريه للناس من بره. يعني انت بتكتب انت مين، انت بتحب ايه، انت ما بتحبش ايه. ممكن تكتب حتى هزار في الموضوع، الناس مش هتتضايق من ده، بس لازم تبقى حاطط البوينتس بتاعتك فعلا، الحاجات اللي انت قوي فيها فعلا وتقدر تقدمها للعميل. ليه العميل ده ممكن يقبلك؟ انت لازم تقنعه في عباره عن 20 30 سطر. انت بتقنع عميل ان هو هيطلع لك فلوس في مقابل 20 30 سطر دول. ثالث حاجه، ولازم تعمل نتوركس قويه جدا عشان توصل. لو انت شغال فريلانسنج على بلاتفورم انت لازم تعمل نتورك. ما ينفعش العميل تقدم له الشغل شكرا مع السلامه، لازم تقنعه بنفسك، لازم تروح تقول له والله انا بعد ما قدمت لك الشغل شفت ان والله انا عندي كذا وكذا وكذا، هنغيره هيزيد الارباح بتاعتك ب 10 20 30 300%. لكن ما ينفعش ان انت تقدم له الشغل وتمشي. طب ما ده كلاينت، بوتنشال كلاينت ممكن يدفع لك بدل ال 100 اللي اديها لك او ال 10 دولار حتى اللي بدات بيها، ممكن توصل معاه ل 2000 و3 و100,000 دولار. هو ده كله مكسب بالنسبه له. هو كل اللي عايزه ايه؟ واحد بيقدر يشتغل، بيقدم له شغل بكواليتي كويسه، بتقبض فلوس. لازم طول ما انت شغال تبقى بتتعلم، ما تاخدش بس ان هي شغلانه وقت قصير هقدمها للكلاينت وبعد كده امشي. كلمه تاني، اسال عليه، قول له عامل ايه الاخبار، hope you're having a great day، واسكت. لازم العميل يحس ان انت قريب منه، لان ساعتها هيبدا يثق فيك ويبدا يديك تاسكس اكتر ويبدا يديك شغل اكتر، وده طبعا فلوس اكتر، وده الهدف بتاعنا. اخر حاجه هقولها لك ان انت لازم تبقى صبور. الموضوع خد مني وقت ومجهود لحد ما وصلت لاول كلاينت، بس هو الموضوع يستاهل، وفعلا هتاخد منه فلوس هتكفيك ان شاء الله، وهتقدر منها تطلع كذا باب تاني للاستثمار وكذا باب للدخل. دي كانت بدايه تجربتي في فريلانسنج، وحبيت اشارك معاكم اللي انا عديت بيه في الاول. ده كان اول فيديو على الشانل، وطبعا بعد كده هنتكلم في كل حاجه تبع الفريلانسنج. لو عايزين تعرفوا اكتر عن الفريلانسنج وعجبكم المحتوى ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، وهتلاقوني على التيك توك وعلى الانستجرام. ولو عندك اي سؤال ممكن تكتبوا لي في الكومنتس. سلام.